بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودرس جديد من دروس نشاط رياضيات الصف السادس الابتدائي. درس اليوم سيكون الدرس الثالث من الفصل الخامس، موضوع الدرس التناسب. السؤال الأول: أحدد فيما إذا كان يوجد تناسب في كل ما يلي أم لا. أولا 40 ساعة 8 أيام و25 ساعة إلى 5 أيام. لاحظ هناك اختصار بين البسط والمقام. إذا تقسيم 8 بها 5، تقسيم 8 1، إذا يكتب 5 إلى 1. ولدينا أيضا اختصار، هناك يقبل القسمة على 5 بها 1، وأيضا 5، إذا 5 إلى 1. ملاحظ أن النسبتان متساويتان، إذا يوجد تناسب. يوجد تناسب. ثانيا 12 دورة 60 ثانية و9 دورة 72 ثانية. هناك اختصار بين البسط والمقام، يقبل القسمة على 12 1 على 12 5، إذا يكون الناتج 1 إلى 5. وأيضا يقبل القسمة على 9 وهي 1 على 9 8، إذا يكون ناتج 1 إلى 8. لاحظ النسبتان غير متساويتان، إذا لا يوجد تناسب. لا يوجد تناسب. ثالثا 15 موز 5 أطفال 30 موز و15 أطفال. إذا نلاحظ هناك اختصار بين البسط والمقام. تقسيم 5 3، تقسيم 5 1، سيكون 3 إلى 1. ثم نقوم بتبسيط أيضا الكسر الثاني. تقبيل العدد البسط والمقام يقبل القسمة على 15 هي 1 على 15 2، فيكون الكسر إلى 1. ونلاحظ أن الكسران أو النسبتان غير متساوية، إذا لا يوجد تناسب. السؤال الرابع: البسط والمقام يقبل القسمة على 4 تقسيم 4 1 تقسيم 4 6، إذا سيكون 6 إلى 1. وأيضا البسط والمقام يقبل القسمة على 10 بها 1 على 10 6، أيضا يكون 6 إلى 1. ولاحظ النسبتان متساوية، إذا يوجد تناسب. لاحظ قمنا بالاختصار كتابة الأعداد بسط ومقام وتبسيطها. العدد الأول يقبل القسمة على 6 1 وتقسيم 6 500، إذا 1 إلى 500. والعدد الثاني أيضا 12 و6000 يقبل القسمة على 12. الأول تقسيم 12 1، والعدد الثاني تقسيم 12 500. لاحظ 1 إلى 500 و1 إلى 500، إذا يوجد تناسب. لاحظ النسب متساوية. السؤال السادس: 5 خواتم و25,000 دينار و3 خواتم 15,000 دينار. نكتب النسب 5 إلى 25,000 و3 إلى 15,000. نلاحظ هناك اختصارات. تقسيم 5 1 تقسيم 5 5,000 1 إلى 5,000. وأيضا النسبة الثانية 3 وال15 تقبل القسمة على 3 بها 1 تقسيم 5 تقسيم 3 5,000، وأيضا تلاحظ النسبة متساوية. السؤال السابع: 72 رياضيا و12 فريق و60 رياضيا 10 فريق. نكتب النسبة 72 إلى 12 رياضي و60 إلى 10. 72 رياضي إلى 12 فريق و60 رياضي إلى 10 فرق. نقوم باختصار. لاحظ هناك اختصارات. البسط والمقام يقبل القسمة على 12 بها 1 على 12 6، وأيضا الكسر الثاني أو النسبة الثانية تقسيم 6 بها
تقسيم 10 بها 6 وتقسيم 10 بها 1، إذا يكون 6 إلى 1 وأيضا 6 إلى 1، إذا يوجد تناسب. السؤال الثامن 4 رحلات 6 أيام و6 رحلات 8 أيام. نكتب الأعداد على صيغة نسبة 4 إلى 6 و6 إلى 8. نقوم بتبسيط العدد. النسبة الأولى تقبل القسمة على 2 و3، إذا يكون 2 إلى 3. وأيضا النسبة الثانية تقبل القسمة على 2 3 إلى 4، فيكون 3 إلى 4. ومن خلال الأعداد لاحظ أنه لا توجد تناسب، أعداد غير متساوية، إذا لا يوجد تناسب. إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي درسنا لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.